يبقى نبدأ على بركة الله الموضوع الأول. نفس القصة ونفس السيناريو ونفس الحوار، ولكن مع اختلاف الشخصيات. هذه المرة مع وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي. وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي، وده العقد اللي انت بعته لي على الفاكس. بالظبط. هي القصة برضو تعود اللي هو في 20,000 متر قدام النصب التذكاري في مدينة نصر. تخيل حضرتك المتر يساوي كام؟ مثلا 10,000 20,000 جنيه. لا، المتر هناك أقل حاجة بتبدأ ب50,000. المتر هناك ب50,000 جنيه. وفي عندك 20,000 متر. هي الأرض كانت ملك لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير. أيوه. وقامت ببيعها في 9/7/2007 إلى الشركة الطبية العربية الدولية المالكة لمستشفى دار الفؤاد، تبع سيادة الوزير أيضا حاتم الجبلي. ده أسبوع الوزراء. هو هيتم بناء مستشفى جديد لدار الفؤاد في هذه المنطقة. ما فيهاش مشكلة طول ما اشترى بالحق والمستحق والحكاية واضحة. في منطقة يعني استراتيجية جدا بجوار المنصة التي قتل فيها الرئيس السادات الله يرحمه، وفي وجه النصب التذكاري، وفي تقاطع شارع يوسف عباس مع طريق النصر. أيوة. أن يعني يتم هذه الأرض ب100 جنيه للمتر. 100 جنيه للمتر؟ ما نتكلمش مثلا في عصر مثلا ما قبل البحار. انا بقول لك تاريخ العقد 9/7/2007 ومسجل في الشهر العقاري. العقد معايا يا جماعه عشان بس الموضوع تبقى واضح. العقد بالشركه اللي يملكها الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحه. اشترى قطعه تاريخيه. انا بقول 10-20,000 لان جاه العقارات، سامحوني معلش، ولكنها هي منطقة مميزة جدا للي عارفين. بعد ما تنزل من كوبري 6 أكتوبر على طريق النصر، تقاطع طريق النصر مع يوسف عباس، كان بيعمل فرع جديد لدار الفؤاد وبيشتري 20,000 متر ب100 جنيه. بعدين الرقم العقد حضرتك 3674 مسجل برقم بتاريخ 9/7/2007. جميل. الشركة اللي هي اسمها شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير. لا، الشركة الطبية العربية الدولية اللي هي بتتبع ايه؟ انت متأكد ان الشركة دي بتتبع سيادة الوزير حاتم؟ دي المالكة لمستشفى دار الفؤاد. دي الشركة اللي بتملك مستشفى دار الفؤاد. بالظبط. حطت ايديها بالفعل على الارض؟ يا فندم حضرتك لو عديت بعربيتك او رحت في اي مشوار هتلاقي الاعمال على قدم وساق. الاعمال على قدم وساق. بالظبط. احمد ابو الخير، بشكرك شكرا جزيلا. محترم الرجل احمد ابو الخير. قال لك لو الصفقه شبه بعض الاخطاء هو خطا بسيط يعني. تقريبا في مثلا 3 اصفار جنب رقم 100 عشان يبقى الصفقه صحيحه.